خليني أسألك سؤال غريب شوية. تفتكر ليه كل ابلكيشن في موبايلك بيحاول يخليك تفتحه أكتر من مرة؟ التصميمات والألوان، الإشعارات، الفيديوهات القصيرة والتمرير والتقليب اللي ملوش نهاية ده، كل حاجة معمولة عشان تفضل قاعد شوية كمان، دقيقة زيادة، دقيقتين، نص ساعة. ولكن الحقيقة إن الموضوع مش صدفة، مش نابع من جواك ولا من إرادتك، لأنك في الحقيقة مش المستخدم للمنتجات الرقمية دي، ولكن أنت المنتج. زمان كانت الشركات بتبيع منتجات، دلوقتي الشركات بتبيع انتباهك. كل ثانية بتقضيها على الموبايل بتتحول لبيانات، والبيانات دي بتتحول لإعلانات، والإعلانات دي بتتحول فلوس كتير. يعني ببساطة كل دقيقة من وقتك ليها تمن عند الشركات دي، بس التمن ده مش بيروح ليك ولكن بيروح للشركات دي. زي ما قلت لك، انت ممكن تقول لنفسك طب ما انا اللي بفتح الموبايل بايدي وبكامل ارادتي، وده صحيح. لكن اللي مش واضح ليك والاغلب الناس هو ان التطبيقات اللي على الموبايل مش معمولة بشكل عشوائي، ولكن وراها فرق كاملة من مهندسين وعلماء نفس شغلهم الوحيد هو سؤال واحد: ازاي نخلي المستخدم يفضل جوه الابليكيشن اطول وقت ممكن. علشان كده عندك السكرول اللا نهائي، علشان عمرك ما توصل لنهاية الفيديوهات، دايما هتفضل تقلب وهتفضل موجود على الابليكيشن. اشعارات، الاصوات، الحاجات اللي معمولة بشكل انت مش ملاحظه، ولكن هي معمولة بقصد علشان تحس ان في حاجة مهمة مستنياك او في حاجة مهمة هتفوتك. الفيديوهات القصيرة معمولة مخصوص علشان دماغك يفضل ياخد جرعة دوبامين كل شوية، وبالتالي تفضل تستهلك نفس نوع الفيديوهات على نفس الابليكيشن اللي بتفتحه، سواء انستجرام او تيك توك او يوتيوب. دلوقتي كل الابليكيشنز تعتمد على الفيديوهات القصيرة. فيديوهات قصيرة بتديك جرعة من الدوبامين العالي، تستهلكها بسرعة وتشوف غيرها وغيرها وغيرها، تفضل تقلب في الموبايل بالساعات من غير ما تحس ان وقتك بيضيع. المشكلة بقى ان دماغك مش معمولة ولا مصممة للحرب اللي احنا فيها دي. دماغ الانسان اتصمم في عالم ابطأ بكتير، عالم ما فيهوش آلاف الفيديوهات ولا إشعار كل دقيقة. فلما دماغك بيلاقي مصدر تحفيز سريع وسهل وملوش نهاية، بيفضل يرجع له كل شوية، مرة واثنين وثلاثة، لحد ما الموضوع بيتحول لعادة صعب جدا جدا انك تتخلى عنها. ولكن التمن الحقيقي مش بس وقتك، التمن الحقيقي هو تركيزك، قدرتك انك تقعد على حاجة مهمة ساعة او اتنين، انك تقرأ، انك تتعلم، انك تبني حاجة في حياتك. لان الدماغ اللي اتعودت على التحفيز السريع بيبدأ يمل من اي حاجة محتاجة صبر ومجهود وطريق طويل. فالموضوع مش مجرد موبايل، الموضوع ان في حرب شغالة كل يوم، حرب على انتباهك، حرب على تركيزك، حرب على وقتك. والسؤال الحقيقي اللي المفروض تسأله لنفسك هو مش ليه بتضيع وقتك، السؤال الحقيقي اللي المفروض تسأله لنفسك هو لو انتباهك مش ملكك، يبقى حياتك ملك مين؟